يعني من يجي اليوم إنسان يريد يسولف علي ويريد ينظر براسي، شلون أعرف هذا ماشي صح لو لا؟ أهل البيت عليهم السلام خلونا قاعدة، ينقل عنهم عليهم السلام أنهم قالوا امتحنوا شيعتنا عند مواقيت الصلاة. تريد تعرف هذا من ربعنا؟ تلقى من تصير الصلاة يفزع إليها، يذهب إليها مسرعا، لا يقدم شيء على الصلاة أبدا. ليش؟ لأن الصلاة لقاء الحبيب بحبيبه، ولقاء المعشوق بمعشوقه. مو قلنا لكم قبل أيام ينقل أن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا حان وقت الصلاة قال أرحنا يا بلال، لأن الإنسان عندما يقف بين يدي الله ويفرغ ما في داخله من آلام وحسرات وضغوط ويتوجه إلى الله بقلب سليم، إياك نعبد وإياك نستعين، هاي الجملة تعطي للإنسان طاقة يكمل بها حياته من غير أي شيء يأثر عليه. ليش؟ لأنه يستشعر ارتباطه بمصدر القوة والطاقة في هذا الكون. فسيكفيكهم الله. اكو واحد بعد يقدر يخوف الانسان، اكو واحد بعد يقدر يأذي الانسان، اكو واحد يقدر بعد يضر الانسان، ما دام هذا الانسان مرتبط بالله وبين يدي الله. ينقل ان الامام الباقر عليه السلام بهذا المعنى كان اذا وصل الى هذه الكلمات اياك نعبد وإياك نستعين يكررها، ويقول أكررها حتى كأني أسمعها من قائل. لاحظ حالة الانجذاب والخشوع في الصلاة. أنا اليوم من أضيع لي حاجة بالبيت وأمل وأجزع ما ألقاها، أمد السجادة بس قلت الله أكبر تذكرت وين خليتها. هاي الصلاة بهذا اللهو وهذا الانشغال راح تفيد أبدا. عن النبي صلى الله عليه وآله من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا.